بسياده الرئيس. ايه رايك في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ سياده الرئيس ده اللي بقول عليه الحاج عبد الفتاح السيسي، راجل بسيط، راجل متواضع، راجل محترم، حتى في لقاءاته مع الناس بلاقيه قاعد يعني معاهم كانه يعني واحد منا. ما انا بقول عليه المواطن الحاج عبد الفتاح السيسي. سياده الرئيس انا بتوسل اليك او بستغيث اليك، عايز اقابل حضرتك لان المنظومه في خطر على مسؤوليتي. على مسؤوليتك؟ على مسؤوليتي، بس مش هتكلم مع حد الا سياده الرئيس بعد اذن جميع السلطات اللي في مصر. والمخبز موجود والعيش موجود والمواطن موجود، واحنا يعني وانا والمدام عندنا كل واحد 65 سنه وشغالين عشان نوري ولادنا ان الخير جاي مش الخير رايح. ما بنبثش اليأس في الشباب. احنا الخير جاي بالناس اللي زيك يا عم سعيد، وفعلا لو كل مواطن بدأ بنفسه صدقني كل حاجة هتبقى كويسة في البلد. سيادة الرئيس بنوجه لك رسالة من هنا من كفور بهيتة، قرية من احدى القرى التابعة لمركز ميت غمر دقهلية، وبنوصل صوت عم سعيد لحضرتك وبنقول لك الراجل ده عايز يقابلك وبعت لك تلغرافات كتيرة جدا، عايز يقول لك انه عنده اضافة لمنظومة الخبز اللي يعتبر ويا ريت بنقول من خلال منبرنا يا ريت نغلظ العقوبة لكل من يشارك في سرقة الدعم. العقوبة مش هي الحل، العقوبة مش الحل. ايه ما تيجي تعاقبيني وتسيبيني وتمشي؟ يعني انت دلوقتي جاي جهاز رقابي بتفتشي عليا ولقيتيني مظبوط وطلعت بره، او قبل ما توصلي العربيه انا هبقى مش مظبوط، هتعملي ايه؟ في حلول. تمام، طب ما تدينا الحل. لا عند الريس. يعني انت عندك الحل وعايز تستخسره فينا؟ يا فندم عند الريس صاحب قرار. بتخر، ما الحنفيه بتخر دلوقتي، بقت الحنفيه ديت عباره عن تانك وانفجر، فما بقتش محسوبه عند مين، ما بقى اللي عايز حاجه يقول، اللي شايف حاجه وفساد ما يقول، واحنا بننادى اهو. وسيدنا عمر قال رحم الله امرئ رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي. انا بهدي عيوبي اهوت لسياده الرئيس. هي مشكله ايه دي؟ انسان زائد انسان يا استاذه يساوي انسان. فعشان عيالنا وعشان الشباب نفسنا ربنا يكرمهم ويبقوا قدوه انهم ما يبصوش للقمه حرام. الحقوق غير كده. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. وتقمش بالقماش وعش فقيرا يحييك الرجال بالاختيار. يعني هتقمش بالقماش واسرع وواحد اقعد في الجامع عايزين نقابل الريس. يا استاذه انا اللي عملت المسيره بتاع مسيحي زائد مسلم يساوي انسان، وخدوها في التلفزيون عمموها على حس ثاني، بس انا طلعت في النيجاتيف. ما هو ده كلام، ما هو ده الواحد تعب.